إيه التدخل اللي حضرتك بتعمله في حالات اعوجاج العمود الفقري، وهل بيختلف من الصغيرين للكبار ولا؟ هو يعني بص، دي موضوع كبير قوي، يعني صعب ان احنا نغطيه كله في حلقة واحدة. لكن هو مبدئيا كده احنا عندنا كذا عامل بيحدد لنا احنا محتاجين عمليات ولا لا. اول حاجة السن بتاع المريض، هل هو في المجموعة الصغيرة ولا في المراهقين ولا في الكبار. تاني حاجة درجة الاعوجاج نفسها، احنا بنقيس بطريقة هندسية كده درجة الاعوجاج. وثبت علميا ان لو الاعوجاج اكتر من 40 درجة فمعنى كده ان هو متوقع ان هو يزيد بصورة كبيرة ويعمل مشاكل صحية للمريض. فلو اعوجاج فوق 40 درجة بنضطر نتدخل تدخل ما يعني. لو الطفل صغير بيبقى التدخلات بتاعتنا لازم تحافظ على نمو العمود الفقري. عشان كده مثلا ممكن في السن الاطفال بنعمل حاجه اسمها قميص جبس او ايه كاستنج، يعني نجبس العيان بحيث ان احنا نعدل العمود الفقري. لو هو اكبر شويه بنضطر نعمل عمليات اسمها ايه جروينج رودز، يعني العواميد اللي بتسمح بنمو العمود الفقري علشان نقدر نسيطر على الاعوجاج. في نفس الوقت ايه نسيب العمود الفقري ينمو علشان الطفل ينمو طبيعي. لو في المراهقين بقى، لو الاعوجاج صغير اقل من 40 ممكن ساعات نلبس قمصان بيتقال عليها بريسس. والبريسس دي بتمنع الاعوجاج ان هو يزيد، ان هو لو مثلا هو 25 او 30 درجه مش عايزين يوصل لايه ل 40 عشان ما ياثرش على حياه المريضه. فممكن يلبس بريس مع العلاج الطبيعي. دي الحالات اللي بنستخدم فيها العلاج الطبيعي والبريسس. لكن لو اكتر من 40 بيبقى بنضطر بنعمل حاجه اسمها ايه كوركشن اند فيوجن، يعني نعدل العمود الفقري ونثبته في بعض. ودي بتحتاج مسامير ورودز ما بينهم وتخلي العمود الفقري مستقيم عشان المريض ما يتأثرش بمشاكل العمود الفقري ويقدر يمارس حياته بصورة طبيعية. في الناس الكبار بقى بيبقى زي ما انا قلت لك بيبقى مصاحبها يا اما انزلاقات غضروفيه، يا اما ضيق في القناه العصبيه، يا الام مزمنه. فبنعالج الاتنين مع بعض، يعني بنحل مشكله الاعوجاج ان احنا نثبت الفقرات ونعدلها. في نفس الوقت عاده بنحتاج نشيل الانزلاق الغضروفي ده او نوسع القناه العصبيه او نوسع على جذور الاعصاب بحيث ان كل الالتهابات دي تتحقن. ودي بتبقى اكتر واحده اصعب في التعامل لان هي محتاجه تعامل بطريقه مختلفه. ودي الريكفري او التعافي منها بتاخد وقت اكتر من الباقيين يعني. من